قبل ما ابدا ركز معايا في السؤال ده. لو عندك فرصه تتفرج على لاعب واحد في قمه مستواه، مين هتختار؟ لاعب موهبته خلت المدافعين يختفوا من الصوره، ولا لاعب صنع نفسه بنفسه لحد ما بقى ماكينه اهداف؟ النهارده مش مقارنه عاديه، النهارده هنتكلم عن اتنين خلوا الكره تتغير، الاتنين رونالدو، بس واحد منهم الظاهره والتاني صاروخ ماديرا. نيجي بقى بعنوان الظاهره لاعصار البرازيل. في التسعينات كان في لاعب اسمه رونالدو لويس نازاريو، بس العالم كله عارفه باسم واحد، الظاهره. مولود في الفافيلا بيجري ورا حلم مش شايف له نهايه. في كروزيرو وعنده 16 سنه كان بيعمل حاجات تخلي حارس يشوف الكره بعد ما تلمس الشبكه. بعدين راح هولندا عن طريق ايندهوفن، ومن هناك لبرشلونه. موسم واحد بس دخل التاريخ 47 جول في 49 ماتش. مارادونا قال عليه جملته الشهيره: ده لاعب استثنائي عنده موهبه استثنائيه عني انا شخصيا. في انتر ميلان الدوري الايطالي كان مقبره المهاجمين، بس الظاهره دخل وقال افتحوا الطريق، لحد ما الركبه خانته، اصابه من النوع اللي بينهي المسيره. لكن رجع. طب رجع ازاي؟ كاس العالم 2002 سجل 8 اهداف وخد البطوله. الراجل ده حرفيا رجع من الرماد. نيجي بقى لكريستيانو الانسان الماكينه. كريستيانو رونالدو قصه تانية خالص. من مادورا جزيره فقيره لمانشستر يونايتد، السير اليكس شاف فيه مشروع والده هيبقى اعظم لاعب في العالم. في 2008 خد اول كره ذهبيه ودوري ابطال اوروبا، وسطر اسمه باحرف من ذهب في كتاب التاريخ. ثم انتقل لمشروع جديد في ريال مدريد. هنا اللعبه اتقلبت، ارقام مش منطقيه، 450 جول في 438 ماتش. اما في 2014 الاصابه خلت كريستيانو يغير جلده من لاعب مراوغات لمهاجم فينشر قاتل، وقال لبريز مع السلامه انا رايح ليوفنتوس. ثم العوده لبيته اليونايتد، وبعدها تغيير المسار في السعوديه. الراجل ده كسر كل الحواجز الزمنيه. نيجي بقى للتحليل الفني، الفقره اللي هتعجبك قوي. لو بصيت على رونالدو نازاريو، كان رغم تقل جسمه لكنه عنده مهاره خارقه وبيغير اتجاهه في اقصى سرعه، ودي النقطه اللي كان شايفها مارادونا فيه استثنائيه. ويمكن دي النقطه برضو اللي اثرت على ركبته. كريستيانو رونالدو من اول مسيرته لحد 2014 كان مراوغ جيد جدا، لاعب عنده مهارات بهلوانيه بيعرف يأديها بجوده عاليه جدا. لكن بعد 2014 بسبب الاصابه، رغم كده لعب مع منتخب بلده في 2014 في كاس العالم، وده اثر على بقيه مسيرته. عشان كده كريستيانو تحول من جناح شمال لمهاجم، وبقى ماكينه اهداف معدي 900 جول. نيجي بقى للسيناريوهات. تخيل لو الظاهره كان عنده نفس الرعايه الطبيه الحديثه، كان ممكن يكسر كل ارقام كريستيانو. طب تخيل لو كريستيانو لعب في التسعينات، كان هيستحمل ضرب المدافعين؟ اسئله مفتوحه، وهي دي متعه الجدل. وطبعا مليون في الميه السؤال هنا مش معناه تغيير القدر، لان القدر كده كده هيحصل لك ايا كان. تعال بقى للتاثير النفسي من اللعيبه دي للجمهور. الاتنين اكتر من لعيبه، الاتنين قصص الهام. الظاهره علمنا ان الموهبه تفتح لك ابواب المستحيل، كريستيانو علمنا ان الاصرار بيهد جبال. عارف المشكله في المقارنات دي ايه؟ اننا فاكرين الكره ارقام وبطولات، لكن الكره اكبر من كده بكتير. الكره قصص بتفضل عايشه. الظاهره لما كان بيجري كان بيغير شكل اللعبه، كريستيانو لما كان بيسجل كان بيغير فكره المستحيل. ودي مش مقارنه سهله، دي مقارنه بين موهبه ظهرت اكبر من اللعبه نفسها، واصرار كبر لحد ما اكبر من تاريخ كره القدم نفسها. والسؤال اللي هسيبه ليك، لو الزمن رجعك لحظه واحده هتختار مين في قمته؟ اكتب لي في الكومنتات، وممكن تعليقك يكون بدايه الحلقه الجايه. انا محمد الدهبي، وهنا مش بنقفل النقاش، احنا بنفتحه اكتر. سلام.